السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا دايما بخير وفي احسن حال يا رب. اللهم صل على النبي. اللي معانا النهاردة دي اوبل كورسا 2023. تصنيف العربية يعتبر عربية هاتشباك شبابية جدا جدا جدا. ما تنفعش الأسرة خالص لأن الصالون مش أوسع حاجة والمساحة ورا ضيقة، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. ولكن تصميم العربية كعربية شبابي تصنيفها يعني أنا بديها تصنيف عالي جدا جدا جدا. كعربية شبابي فعلا تصميم محترم جدا، تصميم رياضي قوي. زي ما احنا شايفين كده، تمام. وفتحتين للإكزاست من ورا، والعربية عريضة كده. عارفين انتوا الهاتشباك لما تكون مؤخرة العربية عريضة شوية كده، العربية بتاخد ثبات كويس على الأرض مع السرعات. البادي رول بتاعها بيكون قليل جدا. فعربية كتصميم كتقفيل. على فكرة العربية المفروض ان الأوبل ألماني، ولكن دي تقفيل بولندي، تمام، متقفله في بولندا. فيعني برضو زي ما احنا شايفين كده ماتيريال محترمه جدا. حتى الكاوتش اللي محطوط فيها ميشلين، ودي حاجه كويسه ما بتنزلش في عربيات كتير يعني، وفي ماركات محترمه. لا، هنا مهتمين جدا جدا بالتفاصيل. العربيه دي برضو عشان نبقى عارفين مواصفات الموتور بتاعها. هو العربيه دي 3 سلندر 1200 سي سي، متوصله بناقل حركه من 6 سرعات، تمام. اداء العربيه كويس جدا. كتسارع العربيه في 8.7 بتكون جايبه ال 100 كيلو متر في الساعه. استهلاكها في البنزين محترم جدا جدا جدا، بيبقى 4.6 لتر لكل 100 كيلو، وده برضو استهلاك حلو قوي يعني. زي ما احنا شايفين كده الانتريور بتاع العربيه. بصوا الكرسي اللي ورا برضو، عشان انا قلت ان هو هيكون ضيق، تمام. اهو يعني زي ما احنا شايفين كده، كرسي السواق كمان طالع لقدام شويه، والكرسي اللي جنبه راجع ورا. فهتلاقي لو حد بيقعد كبير يعني هيجيله خشونه في المفاصل، خشونه في ركبه من كتر ما هي متنيه وضربه في كرسي اللي قدامه، عشان بس نكون واضحين مع بعض. لكن فيما عدا ذلك العربيه عسل، والله العظيم بالبلدي كده العربيه عسل كعربيه شبابي، تمام. الكفر برضو اللي تحت ده بيبقى موجود في الشنطه بتاعت العربيه في كيس كده مقفول، هو والطبات بتاعت الجنط والحاجات دي، عشان ما حدش يفتكر ان هي ايه المنظر ده او كده، تمام. الشاشه تقريبا 8 بوصه، فيها ابل كاربلاي واندرويد اوتو. ده مفتاح العربيه بالمناسبه، بتنزل بمفتاح ريموت، اللي هو يعني المفتاح اللي بيفتح كده زي المطوه ده، ومفتاح عادي خالص، تمام. شاشة العدادات ديجيتال زي ما احنا شايفين. العربية فيها مثبت سرعة ومحدد سرعة، والفاميل الخلفي الفابريكا، وتكييف تاتش، وحساسات سنسورز، وكاميرا. يعني اوبشن محترم جدا. فيها ارباجات للسائق وللي قاعد جنبه. فيها ارباجات ستاير كمان في الكراسي بتاعت السائق برضو اللي قاعد جنبه. فيها تقريبا 4 ارباج. وطبعا انوار العربيه الخارجيه كلها من الليد، مفيش هالوجين خالص. العربيه كل انوارها ابيض ليد. احنا دي الفئه اللي معانا، دي الفئه اللي هي التوب لاين. هما فئتين، دي التوب لاين بتاعتها، تمام. ده احنا شايفين برضو التحكم التكييف كله بيطلع لك على الشاشه. درجه الحراره. هنا لوحة التحكم هنا المفروض بالانوار الداخليه. السقف اسود بالمناسبه، وده بيدي طابع رياضي كويس جدا جدا في العربيه. انا بحب السقف الاسود بصراحه. ودي البانوراما بتاعتها، ولكن زي ما قلنا الازاز ما بيفتحش، تمام. هنا بقى التابلو ده غريب قوي، غريب قوي. انت ممكن تحط فيه طفل بالطول، طفل صغير رضيع ياخده بالطول، تحس مراحل اللي جوه. انا بجد مستعجب له يعني. انا حاسس ان هو دخل جوه الموتور، والله العظيم من كتر ما هو ديب كده لجوه عميق، انا حسيت انه دخل في الموتور. هنا الايرباجز طبعا انت بتقدر تتحكم فيها، تقفلها او تشغلها، تمام. والتكييف 2 زون، تمام. يعني في عربيه هاتشباك صغيره زي دي ان هو يعمل لك 2 زون للتكييف، يعني منطقتين تقدر تتحكم في اليمين عن الشمال. فدي حاجه برضو يعني محترمه جدا جدا يعني. الهاند بريك الكهرباء، المخدع بتاعها صغنن شويه، اللي هو مخدع السائق، وبيطلع لقدام وورا، دي حاجه كويسه. كده عشان بس ايه يعني نوضح مع بعض كده ونبقى شايفين كل حاجه في العربيه.
اللهم صل على النبي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ قلنا الموتور، قلنا المواصفات، شفنا العربية. انا ارجع تاني واقول تصنيف العربية دي شبابي من الدرجة الاولى، ولكن عربية على فكرة عزلها كويس جدا جدا، مشيت بيها العزل بتاعها محترم قوي، وادائها كمان حلو قوي. وطبعا يفضل وينصح وبشدة باستخدام بنزين 95 في العربية دي، ما تستخدمش اي حاجة غير ال 95 في العربية دي، عشان الموتور والتربو بتاعها والثلاثة سلندر والحاجات دي بتكون حساسة شوية للبنزين. اشوفكم في فيديو جديد وفي عرض جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.